السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هل يتحمل المقبلون على الزواج بعد العيد رسوم مالية جديدة؟ كشف الشيخ إسلام عامر آخر تطورات صندوق دعم الأسرة المصرية، موجها الشكر لكل من يحافظ على الأسرة المصرية لأنها أمن أسري للمجتمع. وقال عامر خلال مداخلة هاتفية على أحد القنوات إن الرئيس السيسي يعمل على عدم حاجة المطلقات والأرامل من خلال صندوق دعم الأسرة المصرية، وأضاف أن تأمين الأسرة حاليا 100 جنيه فقط، مشيرا إلى أن صندوق تأمين الأسرة سيتم دعمه بمبالغ مالية بسيطة من راغبي الزواج لخدمة المطلقات، ولم يتم فرض أي زيادات في رسوم الزواج حاليا. ولفت الشيخ إسلام عامر إلى أن من سيتزوج بعد عيد الفطر المبارك لن يتحمل أي زيادات في رسوم الزواج الخاصة بصندوق دعم الأسرة المصرية.